نرشح المنتخب الفرنسي انه اقوى من المنتخب المغرب في كل الخطوط وحتى في التوازن. نشعر انه المنتخب المغرب ما عندوش توازن كبير في الخطوط الثلاث، عكس المنتخب الفرنسي اللي قوي جدا كمنظومه كبلوك قوي جدا سواء في الناحيه الهجوميه. حدكم حاضينا وربي عاطينا، هذا المثل المغربي. يعني طالما انتم حاطين عينكم عم تتربصوا فينا ورايديننا الشر ورايديننا الاذى، عم تشوفوا شو عملنا وشو وتابعينا، وربنا عم بيزيدنا وبيعطينا الحمد لله. التابعة ديالكم بمباراة اسبانيا، شجعتوا اسبانيا وفزنا، البرازيل وفزنا عليها، كوريا وفزنا عليها، امريكا وفزنا عليها، وفرنسا وفزنا عليها. يعني انتو الشعب الجار الصديق القريب اللي عنده بين مع المغرب حدود، سخرتوا وسائل اعلامكم ومؤثرينكم وسياسيكم لتشجعوا فريق خصم، لتأذوا المغرب. ما بكفوا الأذى بالمحافل الدولية، الأذى السياسي، الأذى أي شيء بدكم تحاولوا تأذوا في المغرب. حتى بالكرة ما عندكم أخلاق كروي. كيف هي الجزائر وهي المغرب حدود بين بعضكم؟ ايش هذه الفعايل؟ فعايل لا حول ولا قوة، ما بغيناش نخسر الهضرة بهذا الفيديو. ايش هذه الفعايل؟ هذه الرجولة؟ واش كتعرفوا شي رجولة انتوما؟ طالما انتو حاضين المغرب، انتو اللور وديما المغرب لقدام، وديما مغرب ديما مغرب ولا عزاء الحاقدين. والمغرب سيكمل طريقه، أحب من أحب وكره من كره، وموتوا بالسم يا أعداء الأمة المغربية الشريفة.